السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده روتين كله نشاط وكل حيويه كده، يا رب يعجبكم. لو عجبكم شوفوا اللايك بالفعل الفيديو فضلا ويسع امرا. واول مره تشوفي قناتي وعجبتك مش تضمي لعيلتي كده عشان تكبر بيكي، واتضمتي لعيلتي بقى عشان كومنتي حلو زي كده عشان ارحب بيكي يا احلى عيله في الدنيا. ان شاء الله الروتين كله طاقه ايجابيه كده. اول حاجه انتوا شايفين كده، انا شلت السجاده بتاعه الصاله، نفضتها ودخلتها جوه والحافظه. هنغسل الحافظات ان شاء الله مع بعض، وهنعمل ترويق عميق كده في الصاله، يعني في الصاله ان شاء الله، وهنغسل سجاد. بص هنبهدل الدنيا، يوم فحت ورد زي ما بيقولوا يعني كده. اول حاجه كده الجزمه دي كانت العيال كانوا موقعين شويه الجزم في الارض، رحت انا منزلاها كله الجزم، وماسكه بقى كده كنست الجزمه. انا كنستها من التراب اللي واقع من الجزم وكده، ورحت ماسكهم بقى رص الجزم كده، قلت ارص كل واحد جزمه، كل رف كده الجزم بتاعته. اول حاجه رفعت كده الرف بتاع جوزي كده، رحت رصاه، قلت انفض بقى كل الجزم وهرصها مطرحها كده. وان شاء الله على اخر الاسبوع يعني الفيديو الجاي ان شاء الله في كوتشيات بقى، قلت علشان لما نكون بنروح دروس وكده، قلت بغسلوا بقى الكوتشيات اللي الوسخه، هلم الكوتشيات كامل الكوتش الوسخ واروح غسلاه. بس انا لميت كل الكوتشيات دلوقتي عشان انا عايزه اعبي الجزم كلها في الجزامه، مش فاهميني؟ هنا بقى بعد ما خلصت الجزم وخلصتها هنا، بس بقول لكم انا كنت فاكره كل بلحيه. هنا شلت ورا الركن، لقيت اتصدمت بصراحه بالتراب. لقيت التراب بص مليان العفاره كده. رحت بزعل زقيت الركنه، كنت هكنسها بقى واشيل الدنيا فيه، رحت زقيتها تاني بصراحه. قلت ما اخلص خالص بعد غسيل السجاد هروح منضفه تحتيها. لقيت التراب هيبقى جامد جدا، وقلت عشان اشيل الركن الجنب التاني قلت كده لا هبهدل الدنيا، اما اغسل الحافظات وخلاص هبغسل هنضف تحتها. انا اتصدمت من مطرحها صراحه. انا مروقه من يعني كمسحه وغسل سجاد من حوالي 3 اسابيع، لقيت التراب تحتيها فظيع. قلت هاسيبها كده وامسك اغسل بس الحافظات الاول. عندي الحافظات بقى اتوسخت كده بقى لها 3 اسابيع صراحه. وهم فاتحين بتوسخها بسرعه، بيقرحها بسرعه. بالذات في الصاله ودي مدخل الشقه بتتملي تراب بصراحه. قلت جبت الخرطوم كده وقلت هغسل بقى الحافظه. انا والله كنت هبطانه شويه، بس قلت اشجع كده ونغسلهم كده عشان الصراحه قلت على نهايه الاسبوع بقى عشان اعرف اقفل الشقه. وقلت واستغلت العيال هم في المدرسه، قلت العيال الصغيره في المدرسه، قلت اغسل الحافظات يعني. هنا اللهم صل عليك يا حبيبي رسول الله، يا افضل الصلاه والسلام، صلى على الرسول. قلت اغسل بقى الحافظه كده. رحت بقى جايبه، كان عندي صراحه ما كيسين اوكسي جل. كان عندي صراحه ما قلت اغسل بيه، هو ما كانش مقد كده في الغسيل، بس قلت الموجود عندي اتصرف يعني. رحت غاسله بيهم، كان مش عندي 3 اكياس، غسلتهم الحافظات، مسكت حطيت شويه حطيته في قلب الجيركن كده. وما كانش عندي كلوكس الوان ولا اي حاجه، هو الاوكسي بس كده الجل ده، وما عنديش ما حطيتش اكتر من كده. هي الفرشه دي جميله وكل حاجه، بس صراحه ما بتمشيش بسرعه في الغسيل الحافظات، فاهمني؟ هنا زي ما بقول لكم انا رحت شطفتها ورحت حاطط الاريال تاني، صراحه لقيت التراب مبهدلها. قلت لا هروح رميت شطفتها كده، ورحت ملمه بالمساحه، ورحت قلت اشطفها تاني كده، رحت رايحه حاطه عليها صابون بقى كده. بصوا بقى الصابون ابيض ابتديت يعني احس يعني، فاهمني؟ ادعكها دعكه مره واتنين وتلاته كده، بصوا لحد ما تبيض كده وقشطه. بدعكها شويه بقى يعني بغسل معاكم شويه وافصل الكاميرا شويه، فاهمني؟ بصوا بقول لكم قعدت تدعك، هي الفرشه جميله والله العظيم. انا هنا كنت قعدت لا حاسه كنت عندي هبوط مش عارفه ليه. ما كنتش مش عارفه، بس يعني بيقولوا قلت ادي انتقال نفسي كده واخلص واغسل الحافظات يعني. مسكت بقى زي ما انتم شايفين كده، بصوا بغسل رايحه جايه كده بالفرشه. هي جميله الفرشه، بس ما هي جميله عشان ما بتغسل وانت واقفه، بس هي ما بتديش وتدي معايا كده في الغسيل. وغسيل اصلا الحافظات دي سهل جدا، الحافظات ديت غسيلها حلو قوي، وبحس هو سهل قوي. باقل حاجه بتطفي الوساخه. انا غسلتها على فكره معاكم كلها، وبقيت اشطف زي ما انتم شايفين كده، ورحت مشغله بقى الخرطوم، وبقيت اغسل الحراب. دي كانت في مدخل الشقه على طول، كان ممكن حد يخش بالكوتش بتاعه، اي تراب كل حاجه، التراب اللي على السلم ببص اللي يجي على في المدخل في البوز الشقه كده، بص التراب كله في الحافظه دي. هنا كنت بشغل الخرطوم الخرطوم كان فك، ورحت قلت اشغله وجبت المساحه. اللهم صل عليك يا حبيبي رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنا امسك بقى هلم الصابون اللي على الحافظه كده اهوت، هلم بقى كده، هي غسلتها وخليتها فله ما شاء الله هي، بس هلم بقى الحافظات التراب الصابون اللي عليها كله كده لحد ما الدنيا تبقى قشطه كده. شايفين اهو. لا الاوضه فاضيه ما تخافيش، انا شايله اللي في الاوضه اللي جوه، شايله برضك السجاد، وشايله الحافظه بتاع اوضه النوم بتاعتي برضك. انا حاطه لها الحافظه وشايلاها قلت هغسل كل الحافظات كلها والمشايات بتاع اللي قدام الحمام، وهغسل اوضه العيال، هغسل المكت بتاعها والحافظه وكله.
واغسل كمان المشايه بتاع البلكونه. قلت هغسل جميع يعني ايه الحاجات اللي بتفرش على الوش، الحافظات والمشايات والبتاع البلكونه برضك قلت هغسلهم. انا قلت هغسل بس معاكم الحافظه ديت، وبعد كده هنغسل مع نفسي كده عشان اخلص يعني. قلت كملت بقى زي ما انتوا شفتوا كده ايه، مسكت شلت بقى الميه عليها وهشطفها وهسيبها تتصفى. هنا بعد ما خلصت بقول لكم المشايات وخلصت الحافظات والمشايات كلها، انا خلصت كل الحافظات. وعيالي ساعدوني بصراحه، عيالي الكبيره كانت معايا وخلوتهم يغسلوا، وانا كنت هما بيغسلوا وانا بشطف كده يعني. عشان مش عارفه كنت حاسه اني فيها حاجه يعني، عندي كرشه نفس او حاجه زي كده. لقيتهم هما بصراحه ساعدوني يعني في بقيه الغسيل الحافظات وكده يعني. ماشي، انا كنت بحط لهم الصابون وحط لهم امسك لهم الخرطوم اشطف، هم ايه كان بيغسلوا يدعكوا كده وهم يغسلوا يعني. هنا بقى كنت بقول لكم اتصدمت من المنظر اللي ورا تحت الركنه. انا شوف بقول لكم المنظر ده انا عاملاه من 3 اسابيع وكنت عاملاه معاكم. ماشي، مسكت انا بقى زي ما انتوا شفتوني كده بقول لكم التراب بصوا. هنا التراب مع غسيل السجاد، وهنا التراب اللي جاي بصوا اللي ورا ورا الركنه ديت وورا بصوا. انا ما اجي اكنس الترابه الناعمه دي بتخش تحت الركنه، فاهمني؟ عايزه كل ما يجيش اسبوع اكنس من تحت الركنه، اشيل ازق الركنه وامسح واكنس بس. انت عارفين الدراسه ومشاغل العيال مش بقدر اعمل كل اسبوع من تحت الركنه بالذات، لازم تتشال كلها عشان اعمل تحتها بالذات. الركنه دي مش بعرف اشيلها. او مره كنت على اوضه العيال انا ممكن امد ايدي كده بالمقشه اجيبها، المره دي ما ينفعش تتمد لازم تتزق وبعدين تتكنس تحتها وتتمسحيها. صراحه اللي اتصدمت من تحت التراب، بقيت مصدومه من تحت التراب، بقول ايه التراب الفظيع ده. انا عارفه ان شقتي بتلم تراب فوق الوصف. رحت ماسكه زي ما انتم شايفين كده بالخرطوم، ورحت قلت همشي كده بالميه، قلت ايه هروح لماها كده وايه واروح ايه رميها يعني. قلت على اول حاجه كده عشان مش هينفع اكنس بقى عشان ايه هو اتبل تحت الجزء اللي كان جنب اتبل وجنب ما بلاش، بس انا قلت رحت اتبل كله وقلت ايه اروح لما بقى كله زي ما انتم شايفين كده. وهمسكها اغسلها تاني بس ايه قلت بس هشيل التراب بس والعفاره وهشيلها ادخلها دخلتها على الحمام كده، وقلت الورقه هروح احطها لما في السله يعني. هنا بقى زي ما بقول لكم هنا بقى رحت ماسكه بقى الخرطوم، قلت الباب عليه الغضبه ورا. مسكت بقى بالخرطوم، استغلت بقى الخرطوم شغال، رحت ماسكاه بقى بالحته كده، رحت مصبناه بردك وغسلاه بالايه بالخرطوم من التراب بتطبيع ايد العيال كله كده. قلت همسكه كده، رحت ماسكاه كده ومسكت الاكره ومسكته كله كده والباب من فوق لتحت كده خليته قشطه بصراحه. ومسكت بقى الباب من بره، قلت من بره بالمره بردك من التراب بردك اهوت، رحت ماسكاه بردك بالخرطوم كده والحته اللي في ايدي دي كانت بتشيل اي تراب عليها او حاجه متبصمه ولا حاجه. قلت امسكها ايه بالخرطوم كده انزل اي تراب عليها، كانوا عليها تراب بس كده وبالبتاع كده كنت بمسح على طول. في الاخر كده هنشفه، بس انا قلت بغسله بس بالخرطوم بس كده وانضفه الاول كده من التراب. والجوانب كده بتاع اللي جنب الباب بردك دي الزاويه دي بيبقى فيها تراب جامد، تراب ايد العين مبصمه. والتراب بتاع السلم، انت فاهمين اللي في اخر الدور يعني التراب والعفاره كل السلم بيتكنس كده عليا، كل الدور اللي فوقيها يعني ايه بيتكنس عليا التراب والعفاره بتخش عندي بترابه فظيعه. وما كنتش بقفل زي الناس، انا ما بقفلش بصراحه، بسيب الدنيا مفتوحه شويه زي ما هي بتلم عنده تراب جامد. بس انا قررت بعد الترويج ده لازم هقفل الشقه. والله العظيم ما اتصدمت من انا عامله من 3 اسابيع اتصدمت في ترويج الشتاء، وبصيت لقيت التراب عامل الدنيا كلها. قلت لا انا مخلص كده هروح شاده الستاير وشاده الشبابيك، مش لا هقفل بالشقه. ومسكت قلت برضك هصبر ورا الحيطه كده، الحيطه ورا الركنه برضك كده، قلت بالمره بقى ده زقيت الركنه. هنا حطيت شويه اوكسي كده، ورحت رحت بالمقشه كده، ورحت ايه حكاها كده يعني ايه عاملاها بالمقشه كده. قلت هغسلها برضك كده من ايه التراب والعفاره، هي تراب عباره عن ترابه بس وتبصم بايد العيال كده من القعده اللي ممكن يقعدوا هنا بيحطوا ايدهم كده ماسكين سندوتش اي حاجه، ايديهم مزيته ولا حاجه نروح مطبعين عليها. مسكت بالمقشه كده ورحت ايه زي ما انتم شايفين كده غسلتها كده الجنب كله كده، جبت من فوق لتحت بصراحه يعني. بقيت احافظ على قد ما اقدر عشان الكهرباء جنبي هنا، فيشه الكهرباء الناحيتي وفيشه الكهرباء الناحيه دي، ربنا يستر يا رب. مسكت بردك الزاويه كده اهوت، ومسكت الارضيه بردك من المقشه. بصوا الارضيه قلت بالمره بقى من طرح التراب اللي كان عامل حاجات كده تحت ايه في الوسط ده ما كانش راضي يطلع. قلت المقشه كده هحكها بالمقشه كده هتنضف. اللهم صل عليك يا حبيبي رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنا كنت رايحه افتح الميه، فتحت الميه قفلت على صباعي وصباعي الحمد لله ذره على حته من صباعي كده يعني وجعتني جدا وخرج دم يعني الحمد لله. هنا بقى كان الصابونه على الحيطه، وكنت لازم ايه احط عليها ميه، مش هلمعها، قلت كده بالميه كده انزل الايه. انا الحيطه عندي بتتصبن وتتعمل كل حاجه يعني صراحه، يعني الحيطه ديت حلوه. اوضه النوم عندي ما بتتصبنش، معموله مط تقريبا ما بتتصبنش.
اي بقعه ولا اي حاجه او اي بقعه ميه عليها بدنا مبصمه، ما بحس ان هي ايه، ما ب... ما بتنضفش فاهمني، او تيجي تصبني كده تلاقي الحواسه كده. امال الحيطه كل الشقه عندها بتتصبن ما عدا اوضه النوم بصراحه يعني معموله مط. اللهم صل عليك يا حبيبي رسول الله. هنا بقى كنت بغسل كده بالخرطوم كده، بصوا بقول لكم مسكت تحت الركنه كده، هنا كنت بقول لكم صباعي بص اتقفل عليه هنا، وجعني غيظني قوي. الحنفيه انا بفتحها اللي في الارض دي زرت على حته من ايدي كده، يعني حاسه ان بوجع فظيع، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هنا خلصت بقى كده الجنب ده، عماله اخلص بقى كده، وفتحت الباب جبت من ورا الباب كده، وقلت عشان همسحها ونضفتها كده، وقلت هزق الركنه مطرحها. بس انا قلت هنا ايه، قلت اغسل بقى تحت هنا الترابيزه. قلت بالمره بقى جوزي ما بيطفي السجاير، ساعات بيخش في بين الوزر كده والبتاع كده، وما كانش بتنضف زي الناس. قلت بالميه كده هتتغسل وهتنضف فاهمني، الميه اي حاجه من تطفيه السجاير ولا حاجه هتروح ايه، يعني نازله يعني في مسكت بقى الخرطوم نزلت، بصراحه ما رضيتش اشد الانتريه. قلت همشي دي بقى ممكن امد المقشه والخرطوم في نفس الوقت، والانتريه محطوط تحت فاهمني. كنت بمد ايدي المقشه كده والخرطوم شغال، اجيب الوزر من ورا واجيب التراب. انا قلت بقى كنا غسله كويسه كده بنت ناس، وعشان التراب برضك هنا بقى اقدر اعمل كده بالمقشه، امال في تحت الركن ما اقدرش اعمل كده عشان هي مقفله لحد الاخر. زي ما انتوا شايفين كده بقيت الخرطوم كده، بقيت اغسل كده من تحت بالمقشه كده اي تراب اي حاجه من تحت الانتريه. عملته هنا ما سبتش الفرش، قلت ما اجي هشيله بكره هبقى اغسله، عشان ايه اما العيله تطلع بقى وعليها هتبهدل الدنيا. انا على فكره فرشت الشقه بعد ما خلصت يعني معاكم في الاخر خالص، بس ما فرشتش معاكم بصراحه يعني. فرشت السجاد بعد ما خلصت كده عشان الدنيا ايه، ما ينفعش اسيبها لحد الصبح كده عشان خاطر العيله ما تبردش. مسكت زي ما انتوا شايفين كده مسحت الدنيا وهوت، وقعدت بالميه وبقيت امسح بالمساحه ومره واتنين وصراحه وخلصت ولمحت كده من تحت الفرش، ورحت دقيت الركنه مطرحها ونضفتها. يعني بص عدمت بصراحه. لا والله العظيم خدت اليوم ده فحت وردم وطلع عيني بصراحه. هنا صراحه كنا عندي غسيل برضه غسلت وشطفت، وهنا بصوا بقول لكم الحافظه دي انا غسلتها كمان فرشتها في الارض، وكنا بصي عاملين معركه انا والعيال وقعدنا نغسل مش فيها عشان عندي ما بتخشش الغساله، لازم اغسلها بالفرشه بالارض. يعني عندي حافظتين لونهم بيتي، الحافظات التانية بتاع الاوض العيال وديت لازم كله كنت غسلت كله ده، بقيت افرش في الارض وبقيت اغسلهم بصراحه يعني. الحافظه دي كمان غسلتها وصفيتها وخلطت الصف تماما، وبعدين اهو زي ما انتم شايفين رحت نشراها ونشرت بقى الايه حطت الغسيل نشرتها، ونشرت المشايات بقيه الهدوم حطيتها برضه، كل الهدوم غسلت شطفتها ونشرتها. كنت باجي الصراحه كانت الساعه 4 وعبد الله وسيد زينهم جايين، بماذا كنت عايزه اخلص عشان احضر الاكل. وكنت لسه ما خلصتش بصراحه، هو مش رايحه مدرسه من هنا وانا رحت ايه ابتديت من هنا بصراحه. وهما جم ما كنتش لسه حضرت اكل بصراحه، ولكن هنا كان حافظه تبرق بصراحه بتبرق كده. وهنا برضك بقول لكم المشيات اللي انا غسلتها، بصي اهيت اللي قدام الحمام، ونشرت الجنب ده نشرت حاطط الغسيل، حاطط غسيل واحد اللي غسلتها عشان بينقط، وغسلت الحافظات برضك، في حافظه لسه كده لسه هتشطف، الحافظه النبيتي في حافظه نشرت واحده وفاضل واحده في البانيو لسه عاده الشطف، بس ما فيش ملهاش مكان يعني، قلت هشطفها واروح احطها على السوق. يا رب يعجبكم الفيديو، لو عجبكم واستفدتوا من طاقه ايجابيه ولا خدت منه اي باور ولا اي حاجه، ما تنسوش تحطوا اللايك، احلى عليا في الدنيا، بحبكم في الله، والسلام عليكم.